حظ وطاقة برج العذراء. نبدأ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لديكم أمر يأستم منه يا برج العذراء، وأشخاص وعدوكم بأمور كانت أمل بالنسبة لكم لكن موفوش بوعودهم. في خطوة قادمة لمستقبلك، قررت تركز على نفسك، ما تعتمدش على حد ولا تستنى مساعدة من حد. برج العذراء مخطط جيد جدا، من الأبراج الذكية اللي بتحدد أهدافها وبتوصل ليها بإذن الله، وإن شاء الله هتوصل لأهدافك. لكن في أشخاص في مجال العمل بتدبر ليك مكائد يا برج العذراء، احذر منهم. الأشخاص دي عندهم غيرة وبيبحثوا ورا مكاسبك المادية والمالية، نفسهم يعرفوا مصادر دخلك منين. ممكن ست بيت أو حد بيشتغل وحد بيحاول يعرف مصدر دخله علشان يعمل زيه. خلي بالك يا برج العذراء. أشخاص حاطين راسهم براسك يا برج العذراء ومركزين على حياتك تركيز كبير جدا، بيحسدوك وبيحاولوا يعرفوا عنك كل حاجة. انت قوي جدا وعلى استعداد وتقدر تتصدى ليهم. عندك قرار مصيري بيخص العاطفة يا برج العذراء، لكن عندك تردد في القرار ده، خايف تاخده وتندم عليه مرة تانية. انت مريت بفترة صعبة الفترة اللي فاتت، كنت حريص على حياتك العاطفية من اي عراقيل ومشاكل، لكن المشاكل عطلتك كتير جدا الفترة اللي فاتت، وعندك بطء في التواصل مع الشريك. لكن ان شاء الله في استقرار كبير الفترة اللي جاية. هيكون في بينك وبين شخص كلام طويل جدا ومناقشات حادة، ممكن الشخص ده زميل في العمل او جار او من الاقرباء. الشخص ده طويل القامة وقليل الشعر وفي سن الأربعينات، والله أعلى وأعلم. الشخص ده هيساعدك في أمر معين انت طلبته منه وهيحقق لك الأمر ده. في أسئلة بتتوجه لك يا برج العذراء وانت مش عايز تجاوب عنها، خليك غامض وخبي حياتك الخاصة، ما تحكيش عنها لأي حد. عندك طاقة ضغط وشكوك في أمور معينة، والبعض منكم بيتكتم على علاقة سرية، والله أعلى وأعلم. طاقة المال عندك متوقفة بقالها فترة يا برج العذراء، لكن إن شاء الله التوقف ده هينفك عن قريب. عندك طاقة سفر ورجوع شخص من الماضي. طاقة الأعمال والمال عندك متوقفة لأسباب العين والحسد والتركيز لكل اللي حواليك عليك، لكن إن شاء الله حصن نفسك دايما، وإن شاء الله في انفراجات كبيرة جدا الفترة اللي جاية لمواليد برج العذراء بإذن الله. مش هتخرج من سنة 2024 إلا وإنت محقق أهدافك ومنتصر على أعدائك. عندك طاقة نصر كبيرة جدا وأبواب رزق هتتفتح لك يا برج العذراء لدرجة هتدهشك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. لو وصلت معايا لحد هنا مواليد برج العذراء العزاز، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.